السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بيكم وحلقة جديدة من حلقات ليالي الأبطال. الأسبوع اللي فات ما اتكلمناش عن ماتش مانشستر سيتي وريال مدريد اللي خلص 3-2 لريال مدريد في إنجلترا بتألق غير عادي لجود بلينجهام والإمبابي والفيني ورودريجو. ولكن هنتكلم الأسبوع ده عن الماتشين، هنتكلم عن ماتش مدريد والسيتي اللي خلص 3-1. مجموع الماتشين خلصوا 6-3 لريال مدريد. ريال مدريد بتكتسح السيتي، ريال مدريد بتقصي السيتي من دوري ابطال اوروبا، ريال مدريد بتلعب لوحدها في البطوله المفضله ليها. فيلا بينا نشوف ايه اللي حصل في ليالي الابطال. يلا بينا. طبعا كلنا عارفين ان ده دور الملحق من دور ال 16 لدوري ابطال اوروبا في نظامها الجديد. دور الملحق ما كانش فيه ماتشات جامده باستثناء ماتش ريال مدريد ومانشستر سيتي، بقيه الماتشات كلها متوقعه يمكن باستثناء ماتش كلوب بروج واتلانتا اللي كلوب بروج خرجت فيه اتلانتا في مفاجاه من وجهه نظري انا غريبه جدا. كلوب بروج اللي هي صاعده في اخر الدوري خالص ال 24 ولا 23 حاجه كده، واتلانتا اللي كانت على وشك ان هي اصلا تبقى في الثمانيه اللي هيصعدوا مباشر. فكانت نتيجه غريبه بالنسبه لي. غير كده بي اس جي اكتسحت بريستل، بايرن كسبت، كل الفرق الكبيره صعدوا للدور الجاي للملحق. وهنشوف القرعه ان شاء الله يوم الجمعه الجايه علشان نعرف بقى الثمانيه اللي صعدوا هيلعبوا مين من الثمانيه اللي صاعدين مباشر. وبجد هيبقى بقى في ماتشات ذبح. انت بتتكلم بقى ليفربول هتخش معاك، برشلونه هتخش معاك، دورتموند هيخش معاك، هيخش عندك بقى في مدريد، في البايرن، في فرق كتيره قويه جدا، البايرن ليفركوزن، اتلتيكو مدريد. احنا ممكن نشوف جماعه ديربي مدريد في دور ال 16 لان ريال مدريد هتخش هي وبايرن ميونخ قرعه على اتلتيكو مدريد وبايرن ليفركوزن. فاحنا ممكن نشوف ديربي مدريد، والناحيه الثانيه نشوف ديربي الماني ما بين بايرن ميونخ وبايرن ليفركوزن. فالدور الجاي بجد في دوري ابطال اوروبا هيبقى فيه تدبيح، هيبقى فيه ماتشات قويه جدا. وده حلاوه النظام الجديد في دوري ابطال اوروبا، بيخلينا نشوف ماتشات حلوه في دور المجموعات، بيخلينا نشوف ماتشات حلوه في الملحق، بيخلينا نشوف ماتشات حلوه من اول دور ال 16. انت مش لازم بقى تستنى الثمانيه والاربعه عشان تلاقي الفرق الكبيره بتلعب بعض. نرجع للماتش بتاعنا، ماتش مدريد ومانشستر سيتي اللي خلص 3-1. طبعا جول مانشستر سيتي اللي جه في اخر الماتش ده هنعمل له نجلكت، ملوش اي لازمه ولا هيفرق معانا، اللي هو عارف ارهقناهم بوظنا فرحتكم. بس مش مشكله، امبابي بيجيب هاتريك احسن من والله العظيم ما فيهم جون وحش. الجون الاولاني ايه الحلاوه دي، ايه الاسيست الجميل ده من اسينسيو. اخيرا انشيلوتي اقتنع ان اسينسيو بجد انا طلعته من الكاستيا، الراجل ده لازم يلعب اساسي، الراجل ده مدافع قوي، الراجل ده هو مستقبل دفاع ريال مدريد. بيبدا بيه اساسي في تشكيله كان على اليمين فالفيردي، في النص اسينسيو جنبه، الناحيه الثانيه روديجير ومندي، في نص الملعب بيلعب تشاوميني اللي كان بينزل مع المدافعين وكان بيقفل فعلا نص الملعب، وسايب قدامه واحد يحرك نص الملعب هو داني سيبايوس، وكالعاده سايب بلينجهام حر يعمل اللي هو عايزه في الملعب. وفي الهجوم الثلاثي المعروف رودريجو امبابي فيني، الثلاثه اللي عندهم لا مركزيه واي حد بيروح في اي حته. الجون الاولاني اسيست عالمي من راؤول اسينسيو اللي بيحط كره طويله جدا في ظهر المدافعين علشان روبن دياش بيلعبها بدماغه بطريقه غريبه جدا، ما بيقدرش يطول الكره اصلا وبيتكفي على وشه. ومبابي بص معايا كده، هو لف لفه كده، هو اتلمح ان ايدرسون متقدم راح حطها لوب من فوقه وعمل الاحتفال بتاعه اللي هيموتوا يعملوا من بدري قوي ده. هو بيتقدم لريال مدريد 1-0 في اول 3 دقائق في الماتش عشان يضرب كل حسابات جوارديولا اللي كان عامل حسابه ان هو يرجع في الماتش. ولكن ترجع فين يا معلم؟ انت مغلوب اصلا في الاتحاد، عايز تكسب في البرنابيو، انت دماغك فين؟ والله العظيم جوارديولا بدا يصعب عليا من اللي بيحصل فيه واللي بيحصل في مانشستر سيتي. واللي صعب عليا اكتر ابننا عمر مرموش اول ماتش ليه في الشامبيونز ليج مع مانشستر سيتي يقابل ريال مدريد ويخرج على طول. بس يمكن دي فرصه حلوه عشان يركز في الدوري يحسن مركزه، ونشوف بقى عمر مرموش فعلا بيبدا يبني مكانه وبيبدا يحجز مكانه في مانشستر سيتي. الجون الثاني لكيليان امبابي، كوره ملعوبه بالعرض، رودريجو ما طالش الكوره، يعني هو كان عايز يحطها له من الاول ما طالش الكوره، ولكن برضه لعبها وهو مزنوق وهو بيقع وعدت ما بين رجلين خوسانوف عشان يخش امبابي. يا لهوي، يا لهوي على اللي عمله مبابي. يا راجل يا راجل حرام عليك، الراجل نايم جفارديول بعته يجيب له شاي وسكر وقهوه وباتيه وكرواسون، قال له روح هات لي كرواسون من باريس يلا. راح لما على اليمين نيمه في وسط الست ياردة وهو حوالي 4 مدافعين مش فارقه معاه، ما استعجلش ما شاطش على طول، لا الراجل لم وراح حاطط جون عالمي، والله العظيم جون عالمي، جون يدرس. وهو ده امبابي اللي احنا عارفينه، امبابي بتاع باريس، امبابي اللي احنا مستنيينه من زمان قوي ينفجر مع ريال مدريد. والجون التالت احلى منهم على راي كابتن مدحت شلبي، بيمينه ماشي وبشماله ماشي، بيلم وبيحط كرة بيركنها على الارض صاروخيه بشماله على يمين ايدرسون عشان يجيب الجون التالت لريال مدريد. وخلاص هنا
الماتش انتهى، انت بتتكلم في 6-2. معلش الفم حاجه، والريمونتادا دي بتاعتنا، يعني مانشستر سيتي مش هترجع باربع تجوان عليك في البرنابيو، ده كان شبه مستحيل. انشيلوتي الصراحه كان ذكي جدا في التعامل مع الماتش ده. انشيلوتي عارف ان جوارديولا بيحب يمسك كوره، جوارديولا بيحب يلعب كوره كتير على الارض، وهو دي طريقه لعب جوارديولا مع اي فرقه مسكها، سواء السيتي سواء البايرن سواء برشلونه. فهم قال له خد الكوره، انا مش عاوزها، انا مش عاوز الكوره. فعلا انشيلوتي ساب له الكوره، سابه يلعب براحته ويباصي، في حين ان هو قافل عليه نص الملعب، قافل عليه مراكز القوه بتاعته، ماسك اللعيبه كويس. مرموش ما كانش لاقي حته يتحرك فيها. فودن كان بيحاول، يعني فودن لعيب كويس جدا، كان بيحاول كتير قوي محاولات فرديه ولكن ما بيوصلش لحاجه. برناردو سيلفا كان مختفي، ما كانش موجود اصلا، وكان على طول بيخطف ويلب. الهجمات المرتده بتاعه ريال مدريد والله العظيم يعني اخطر من نووي، اخطر من نووي بتاع كوريا الشماليه وامريكا. هجمات مرتده تك 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 تك، الاول في الثاني في الثالث، ما بيرحمش. الراجل خد اللي هو عايزه من الماتش، الراجل موت مانشستر سيتي. ويا عم عايز الكوره خد اهي، ما فيهاش سكر، خد الكوره، خد الكوره، انا مش عاوزها، ولكن انا هعرف اكسبك ازاي. ده اللي انشيلوتي عمله مع جوارديولا، وقدر بيه ان هو يكسب الماتش ويصعد بمنتهى السهوله. والله بجد بمنتهى السهوله. مدريد ما عانتش لا في الاتحاد ولا في البرنابيو خالص مع مانشستر سيتي. قدروا ان هم يكسبوا باقل مجهود، قدروا ان هم يكسبوا بمنتهى السهوله، قدروا ان هم يصعدوا لدور ال 16 ويعوضوا البدايه السيئه جدا اللي بداوها في دوري ابطال اوروبا بالخساره من ليفربول وليل والميلان. عوضوا ده كله في الماتش بتاع مانشستر سيتي. وخلينا دايما فاكرين ان طول ما ريال مدريد موجود في دوري ابطال اوروبا فهو المرشح الاول والاخير للبطوله مهما كانت حالته سيئه. محدش يقول تمام تمام هيخرجوا الماتش الجاي، لا مش هيخرجوا الماتش الجاي يا معلم. طول ما مدريد موجوده لحد اخر دقيقه، لحد صفاره الحكم في اخر ماتش ريال مدريد، هم المرشح الاول. لما الحكم يصفر وهم مغلوبين ساعتها يا عم اقول لك ماشي بقى، قول لي ليفربول مرشح، برشلونه مرشح، البايرن مرشح، مش عارف مين مرشح، ولكن طول ما هم موجودين هم المرشح الاول. واياك 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 ان تستهون بوجود ريال مدريد في دوري ابطال اوروبا، او ان انت تقلل من ادائهم في اي وقت. انا هتكلم شويه عن اداء كيليان امبابي الفردي الخطير اللي انا كمشجع لريال مدريد مبسوط جدا بيه. واخيرا امبابي انفجر، امبابي بيجيب هاتريك، امبابي بيجيب دلوقتي 7 اجوان في الشامبيونز ليج، امبابي بينافس على هدافين في الليجا مع ليفاندوفسكي ورافينيا بعد البدايه السيئه اللي الكل كان بيتكلم عليها، والكل بيقول امبابي عامل موسم من اسوأ مواسمه. مش هو ده امبابي بتاع باريس، بس احنا شفنا نسخه من امبابي اخر شهر مثلا احسن من نسخه باريس. امبابي خلاص تاقلم، امبابي لقى مكانه، ظبط نفسه على التشكيله، عرف انشيلوتي عايز ايه، عرف يحط نفسه في الملعب ازاي، وبقى مكنه اهداف، مكنه، يعني الراجل بيعمل كل حاجه. الراجل بيرقص، الراجل اسيستات، الراجل بيجيب اجوان، بيعمل كل حاجه. ولكن انا كمشجع كوره مصري عندي مشكله كبيره قوي مع تالق امبابي، وهي محمد صلاح. احنا منتظرين بجد الموسم ده ان صلاح ياخد دوري انجليزي، يوصل بعيد في الشامبيونز ليج، علشان اخيرا نقول صلاح يتوج بالون دور. وكنا مبسوطين جدا ان مفيش حد بينافس صلاح الموسم ده، ولاعيبه العالم كلها تعبانه، مفيش حد بيتالق. ولكن في اللي احنا شايفينه ده ريال مدريد رجعت في الشامبيونز ليج. لما ريال مدريد توصل لفاينل ولا تاخد تشامبيونز ليج وبعدين تخش كاس عالم وتاخد كاس العالم، ومبابي اللي هو بيعمله ده، يا جماعه خلاص ببساطه الراجل يعني فرانس فوتبول مجله فرنسيه، لعيب فرنسي، نجم منتخب فرنسا، هو ايقونه فرنسا دلوقتي، وفي التالق ده او في فرقته كلها واخده بطولات. انسى يا صلاح ان انت تاخد اي حاجه، انسى من غير تفكير، انسى. فانا واحد كمشجع مصري لا انا متضايق، يعني انا متضايق، انا ما كنتش عايز تالق مبابي ده يجي في السيزون ده على حساب صلاح، رغم ان انا كمشجع مدريدي مبسوط. فانا في دلوقتي يا باشا في ايرور في دماغي انا مش عارف افرح ولا اتضايق، مش عارف والله العظيم اتبسط ولا ازعل، انا بجد مش عارف اعمل ايه. مش قادر ازعل على اللي مبابي بيعمله، انا مبسوط، مبسوط ان نجم فرقتي بقى بالشكل ده، وفي نفس الوقت انا متضايق عشان محمد صلاح. الموضوع صعب، الموضوع ملوش ملكه. مشاعر الكرة بجد صعبة جدا، بتخليك تحب حاجات وتكره حاجات في نفس الوقت. وهي دي الكورة، وهي دي الكوره اللي هتجيب اجلنا كلنا. وربنا يستر، خلينا نشوف اخر الموسم ايه اللي هيحصل، مين فيهم هياخد البالون دور. بس بنسبه 99% انا بقول لك ان صلاح ومبابي هما الاثنين منافسين عليها بدون نقاش، مفيش حد داخل معاهم في السباق. خلاص الموسم اصلا اكتر من نصه عدى، فهم الاثنين دولت اللي مكملين. وعلى حسب كل فرقه هتعمل ايه، مدريد هتاخد دوري مش هتاخد دوري، هتاخد شامبيونز ليج كاس عالم، ليفربول شامبيونز ليج دوري، هو ده اللي هيحدد فعلا مين اللي هياخد بالون دور من صلاح او مبابي. فخلينا نشوف اخر السنه ايه اللي ممكن يحصل.
وده يا باشا كان اخر فيديو بتاع ليالي الابطال، واشوفكم ان شاء الله يوم الجمعه في القرعه، فيديو قصير عن القرعه عن الماتشات، هنشوف مين هيلاعب مين. وقول لي في الكومنتات انت بتشجع مين وتتمنى فرقتك تلاعب مين. ولو عجبك الفيديو يا ريت تعمل لايك وشير، ولسه ما اشتركتش في القناه انزل بسرعه اعمل سبسكرايب وفعل زر الجرس عشان تجيلك كل الفيديوهات الجديده. ولحد يوم الجمعه ان شاء الله استودعكم الله. تشاو.